لا 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 لا، مش انت خالص، مش انت عمال بتقع تدريجي. لا 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 لا، مش انت اللي يحصل لك كده. مش قدامك حل تالت، يا تنجح يا تنجح. شغفك قلت دي على عينه. في بيني وبينك مش انت اللي تقع، والله العظيم مش انت عارف ما بينك وما بين نفسك انك تقدر تقوم تاني وتبقى احسن من الاول. دلوقتي انت في اوحش حالاتك، بس انا وانت عارفين اللي فيها وعارفين انك تقدر تقوم. يا صاحبي اهلك مالهمش غيرك، انت اخر امل ليهم. تقدر تعمل كل حاجة، اقسم بالله تقدر، والله العظيم تقدر. شيل المسؤولية شوية واعرف انك انت واقع في مشكلة لازم تتحل. المشكلة دي ما لهاش حاجة تانية. طب لو ما اتحلتش هفشل، وانا مش عايز افشل. انا مش داخل السنة دي عشان ابقى زي غيري. السنة دي بتاعتك، صلح علاقتك مع ربنا وارجع احسن من الاول. يلا بس ابدأ من دلوقتي، ابدأ من دلوقتي. تقدر تلم اللي غيرك ما قدرش يلمه، وتقدر تعمل حاجات غيرك ما يقدرش يعملها. التزم بس وابدأ بداية جديدة. الوقت اللي انت قاعد فيه دلوقتي بتشكك في قدراتك، في ناس تانية هناك مرعوبة من امكانياتك ومن الشخصية اللي هتبقى عليها لو وقفت تاني على رجليك. قوم وانجح وما تخليش الناس اللي حواليك تشمت فيك. انت قد اي حاجة ولسه عندك فرصة طول ما لسه عندك عمر. يلا يا بطل وريني. كل ما تحس ان انت تعبت قول لنفسك لا لسه. كل ما تحس ان انت يأست قول لنفسك لا لسه كتير. انا لسه ببتدي، مش هعطل دلوقتي. انت اخترت طريق، كمل للاخر. مفيش مبررات ومفيش اعذار. الحاجة الوحيدة اللي هتوقفك هي الموت. ما تقبلش بحاجة اقل من كده ان هي توقفك. يوم النتيجه محدش هيسمع عليك، محدش هيبص لمشاكلك، محدش هيبص ان قد ايه انت كنت تعبان نفسيا، محدش هيبص لكم الضغوطات اللي انت فيه، كلها هتبص على النتيجه. لو انت نتيجتك حلوه، قد ايه الواد ده تعب وكان مجتهد جدا، احنا بنتشرف بيه. اما لو حضرتك وقعت وضيعت حلمك من ايدك، صدقني كل الناس دي هتدوس عليك لحد ما يبان لك صح، وساعتها كل الناس القريبه منك هتبعد عنك. اصل الناس دي مش هتحب تشوفك كويس اكتر منك. بقول لك انت لو عايز تعمل حاجه هتعملها، ولا كيمياء ولا فيزياء ولا عبط ولا الكلام ده كله، بس انت بس اللي مكسل شويه. خليك عارف ان ال7 شهور الجايين دول انت تقدر تعمل فيهم كتير، بس لو عايز. السلام عليكم. احيانا لازم تفهم ان مفيش حاجة بتوصلك للنقطة الاعلى في حياتك غير ان انت لازم تعدي بدرجات من المعاناة. بمعنى ان انت دايما لما بتبص على نجاح حد، انت بتبص على النجاح اللي بيلمع قدامك، بتبص على القصة اللي بتبرق قدامك، بتبص على القصة اللي انت كل شوية تشوفها تقول والله لا انا نفسي ابقى زي ده، انا نفسي يبقى جسمي عامل زي مش عارف مين، انا نفسي ابقى عندي فلوس زي فلان، انا نفسي ابقى مشهور زي علان. انت بتقعد تبص على النقطة الايجابية وفي نفس الوقت بتنسى النقط السلبية اللي عدت قدامك اساسا. ابرز النقط السلبية دي هو ان في كتير من العقبات والمشاكل والايام المكررة اللي الشخص ده بيعدي عليها اللي انت ما بتاخدش بالك منها اساسا. يا بطل استسلمت خلاص؟ هتكسر اللي مراهنين على فشلك الرهان من قبل ما الماتش يبدا، وسايب اللي يتراكم، واغلبيه الوقت نايم، سايب الدنيا بتغرق بيك وانت مش حاسس. وانت بقى صاحبي اللي هتقرر يوم النتيجه بالنسبه لك. هيتحدد انت هتعمله الشهرين ونص دول. يا ترى هتبقى مبسوط ومفرح اهلك فيه، ولا هتبقى مش طايق تبص لنفسك في المرايه؟ وانت بقى اللي بتختار. لو عايز حاجه انا هعملها، ازاي معرفش، بس انا هعملها. مش مهم ازاي، المهم ان انا هعمل كده عشان ده الصح، ده اللي هعمله. جزء كبير قوي من النجاح اللي انا وصلت له ان انا صريح قوي مع نفسي، بعرف اكلم نفسي بشكل كويس، بعرف اكون كويس مع نفسي، وبعرف اكون صريح مع نفسي حتى لو بعمل حاجه غلط. المهم ان انا عارف ان ده من جوانا ده غلط.